يا مساء الفل. النهاردة مش مجرد ملخص، النهاردة هنتكلم في ليفل عالي، هو ازاي نستخدم ال AI الذكاء الاصطناعي عشان يخلينا اسرع واذكى في شغلنا. واول جزء معانا ان احنا هنستخدمه كمحلل. شايفين الكلام المعقد ده؟ كل اللي انا هعمله ان انا هاخده كوبي واروح جيميناي شات جي بي تي واديله برومبت واقول له طلع لي وحلله. هنا في شات جي بي تي تمام، انا كتبت البرومبت هسيبه لكم في الديسكربشن واديت الكود المعقد. متخيلين ده كله الكود المعقد؟ انتوا شايفينه سطر بسيط بس هو هنا تمام. شايفين بقى هو ظبط الدنيا كمان، مش قالي بس الحل، لا شايفين هنا كمان نصحني، يعني اداني اقتراح حل اسهل اكثر استقرارا في الاي اي، حل النص الطويل وصمم كود بنشتغل من اول مره. الكود اللي احنا هنشتغل عليه هو ده تمام. كل اللي انا بعمله ان انا هنا باخده كوبي واروح هنا عند الريجولار وبحطه هنا. فاكرين الفيديو فات احنا كنا عاملين حاجه تانية تمام، وممكن ما يشتغلش من اول مره، يحصل ايرور، مش عارف المشكله فين، لكن هنا الحمد لله اشتغل من اول مره. نرني تاني. اوكي شايفين كايرو؟ خلاص انا كده تمام. فبس ملاحظة ال AI مش بديل لينا، ده أداة بتوفر وقتنا في كتابة الأكواد الغلسة. طيب أقدر أستخدم ال AI في إيه تاني؟ زي لو فاكرين إن إحنا كتبنا طلبنا إن هو يطلع لنا HTML report. طيب أنا شايف أرقام كتير وشايف حاجات، الجدول ده كله يعني عايز برضه أحلله، عايز أقوله شوف الجدول ده قولي المشكلة فين، طب أعمل إيه، طب وإيه الحل برضو. بس انا استخدمت جيميناي، اديت له الصورة وقلت له تمام وشوف بقى الاداء ده كويس، المشكلة فين. شايفين قال لي المشكلة وقال لي هي فين، وكمان شايفين هنا ايه ده، يعني الريسبونس تايم بيقول لي 3.2 ثانية، يعني ده رقم مرفوض. طيب هل سكت ان هو حل المشكلة وخلاص؟ لا، كمان اداني الحل. يعني في اجمل من كده ان هو اداني الحل المقترح عشان وانا بقدم للديفلوبر تمام، مفيش حد هنا عنده مشكلة وبس كده. يعني ال AI بيساعدنا بس مش بديل لينا، والشاطر اللي يعرف يستخدم AI في مجاله. عشان يكون الختام مسك فعلا انا جمعت كل السكريبتات وملفات CSV وكل الحاجات اللي اشتغلنا عليها في مكان واحد، والموقع ده هيكون متوفر قريب جدا. وبس كده، سلام.